تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات، غزوة تبوك أو خيبر، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، وكان قد تزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان عمرها 9 سنوات. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في دولاب عائشة كانت تضع فيه عرائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: هؤلاء بناتي، كما يفعل الآن الأطفال يلعبون في هذه العرائس ويقولون أنها بناتهم. فقالت عائشة: هؤلاء بناتي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرس في وسط العرائس، فقال: ما هذا الذي في أوسط هذه العرائس؟ فقالت: هذا فرس له جناحان. فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم استغرابا وتفاعلا مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فرس وله جناحان؟ قالت: نعم يا رسول الله، أما سمعت أن لسليمان فرس وله جناحان؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تفاعل مع عائشة. من أين أتت عائشة هذه المعلومة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعلم أن لسليمان فرس كان له جناحان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعل مع عائشة وأبدى استغرابا: أسائلك الآن أنا وأنت، كيف إذا دخلنا البيت؟ هل نتجهم؟ هل ندخل إلى البيت ونتعبس هذه الوجوه، وإذا خرجنا نضحك مع أصحابنا وزملائنا ونلاعبهم ونضحكهم، وإذا دخلنا إلى بيوتنا هل نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من غزوة تبوك أو خيبر، أقبل ومن سفر، وكان معه مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد هذه الأمة، ومع ذلك أخذ يضاحك عائشة ويتفاعل معها ويسألها. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. يقول ثابت ابن عبيد أن زيد ابن ثابت كان من أفكه الناس في بيته، وإذا خرج كان رجلا من الرجال. هكذا ينبغي لنا أن نتعامل. إذا خرجت كن رجلا، لكن إذا دخلت إلى منزلك كن فكاهيا، كن مزوحا مع زوجاتك مع أطفالك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا سعداء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش سعيدا في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا. من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد